السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في قناة مأكولات شهية. كيف ما كتشوفوا معنا فيديو جديد. اليوم غادي نحضروا معكم شباكية اللي على الحقها وطريقها اللي كتجي رائعة وزوينة وسهلة في التشباك، ما كتمحنكمش. وخليكم مع المقادير والطريقة. غادي نبداو بسم الله على بركة الله. عندنا نصف كيلو ديال الطحين، وكذلك واحد 50 غرام ديال اللوز مطحون بقشورو، وكذلك واحد 60 غرام ديال الزنجلان محمر ومطحون على شكل بخاليني، وكذلك واحد المعلقة كبيرة ديال النوافع ديال حبة حلاوة والنافع مطحونين، واحد معلقة صغيرة ديال القرفة، واحد قبيصة الملحة، وكذلك غادي نحتاج واحد خمارة الحلوى، وغادي نحتاجو كذلك واحد القليل رأس معلقة تقريبا من خميرة الخبز أو الخميرة الفورية، والمسكة الحرة مطحونة، وكذلك واحد نصف كأس ديال الزبدة مذابة، وعندنا لهنا واحد نصف كأس مخلطة زيت البلدية يعني زيت الزيتون مع زيت الطبخ، واحد 3 المعالق كبار ديال الخل، كذلك غادي نضيف الخليط واحد صفار بيضة. شفتوا معايا خديت كأس ديال الماء الزهر وزدت فيه الماء ودرت فيه داك زعفران حتى يطلق لينا، هو اللي غادي نجمع به العجين. الا كان خاصني مازال كنزيد الماء الزهر والماء، هما اللي كنجمع بهم العجين. العجين ديالي لهنا مازال باغيه الماء الزهر، غادي نزيدها حتى يتجمع لينا العجين وما كنرخفوهش. الا كانت العجين مرخوفه بزاف الشباكيه كتجي لينا كتجي كتهرس، وقد ما خليناها قاصحه كتجي شويه شباكيه كتبقى شاده في راسها، ما كتجيش هشيشه بزاف وكتهرس لينا في السطل اللي كنديروها ولا البواطه. بعد ما دلكنا العجين مزيان دابا كنقسموها 3 كويرات. كيف ما شفتوا كندلكوهم بحال هكا كويرات مزيان، وكنديرهم في بلاستيك غذائي حتى ترتاح. هنايا بعد ما ارتاحت لينا تماما غادي ندوزوها في المدلك. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نسرحوها، ومن بعد كنطويوها واحد 2 طيات. ملي كنطويوها كنرجعوها نفس البلاستيكه اللي حيدناها منها باش ما قد ما طلقات لينا مزيان كتساعدنا في داك التوراق، وكذلك ما كتقطعش لينا. بعد ما ارتاحت لينا العجين تماما كنطلقوها شويه بالمدلك كيف ما شفتوا معانا، ومن بعد كندوزوها في الوراقه. كندوزوها في الرقم الاول اللي هو 6 على حسب الارقام عندكم في هذيك الوراقه، ومن بعد كنعاودو ندوزوها في الرق اللي بغينا اللي هو الاخير تماما الرقيق بزاف، وكنشدو هاد الجراره كيف ما شفتوا كتسهل علينا المأمورية احسن من الجراره، وكتجيب لنا شباكيه مقاده. كندوزوها فحال هكا من فوق العجين المورق صافي، وكنشكلو كنضغطو عليها كتجي زوينه. كيف ما شفتوا معايا التوراق كناخد هادوك الجوج الاشرطه وكنجيبهم مع بعضياتهم، من بعد كنقلب بالشباكيه وكنشد هذاك القطعه الثانيه وكنجيبها عند ختها، وكناخد فحال هكا العجين وكنقرصها، ومن بعد كنقلبها. شفتوا كنشدها من الجناب ساهله ماهله. معكم وحده اخرى كنشد هذيك العجين دوك الجوج كنقلبهم فوق بعضياتهم، من بعد كنقلبها كيف ما شفتوا كناخدها عند الطرف الثاني وكنقرصها من فحال هكا من الطرفين ديال العجين، ومن بعد كنقلبها. ساهله ما كتحتاجش شي مجهود كبير ودغيا كتصايب معاكم.
بعد ما شكلنا الشباكية او شبكناها كنخليوها حتى تنشف لينا تماما عاد كنقليوها. كناخدو كاسرول باش كتبقى لينا مجموعة وكتجمع لينا حتى الزيت نديرو فيها الزيت بعد ما سخن وكنرميو فيه مباشرة هذيك الشباكية كيف ما شفتوا. كنبداو نقليو فيها واللي تقلات لينا كنحيدوها وكنحطوها مباشرة في العسل اللي ضفنا ليه القليل من المسكة الحرة وكذلك القليل من الماء الزهر باش نسموه. هنايا واحد النقطة، المهم النار ما تكونش مرتفعة بزاف باش الشباكية اللي كانت النار مرتفعة بزاف كتشوط لينا وكتحمر غير من برا وكتبقى خضرة من الداخل. من الاحسن النار كتكون متوسطة. وهنايا بعد ما حطيناهم في العسل ودخل هذاك العسل للشباكية كناخدو واحد المصفاة بحال هكا وكنسقطروها ومن بعد كنحطوها في في شي شبكة عفوا ولا في شي كسكاس كنخليوه حتى يحيد من هذاك البقايا ديال العسل. بعد ما حيدناها من العسل كناخدو جوج اللي كنا حمرناه من قبل وكنديروه فوق من الشباكية. وهذا هو الشكل النهائي ديال الشباكية ديالنا. كتستحق التجربة فعلا والتشباك ديالها ساهل وما كيحتاجش واحد المجهود. غير جربوها وخلونا الرأي ديالكم في التعليق وما تبخلوش علينا بلايكات ديالكم وبفضلكم كنزيدو القدام. عواشركم مباركة ان شاء الله باش ما تمنيتو بالصحة والراحة وفي فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم.